يسعى إلى تحقيق فوز للنسيان بالغرب الجزائري عندما ينزل ضيفا ثقيلا على جمعية وهران. مباراة تحمل عنوانا مشترك للطرفين ممنوع التعثر، فالفارق بين أبناء سوسطارة وملاحقهم لا يتعدى 3 نقاط فقط، أمر يحفز مفاجأة الموسم دفاع تجنان صاحب 19 نقطة للفوز بميدانه عندما يستقبل شباب قسنطينة واستعادة نشوة الانتصارات في درب الشرق. فيما ينتظر شباب الوزداد امتحان صعب بمدينة الورود، مهمة ستكون في غاية الصعوبة أمام اتحاد البليدة الذي لم يتجرع طعم الهزيمة منذ الجولة الثالثة. من جانب آخر الأنظار ستكون مشدودة إلى ملعب عمر حمادي ببلوغين وانتظار ردة فعل مولودية الجزائر بعد سلسلة النتائج السلبية التي سجلها في الجولات الماضية. العميد يريد استغلال فرصة مواجهة مولودية وهران للتصالح مع الأنصار بفوز يرفعه قليلا إلى المقدمة. العائد من طرابلس تونس نصر حسين داي صاحب المركز الثامن ب13 نقطة يريد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتجاوز الوفاق الذي يتفوق عليه في الترتيب بنقطة واحدة. امتحان سيكون الأول لخليفة خير الدين الماضوي ألان جيجان. أمل الأربعاء المنتشي بفوزه الماضي على نصر حسين داي ب3 أهداف يريد إبقاء القطار على السكة بتحقيق فوز ثاني على التوالي أمام الضيف شبيبة القبائل. وفي مؤخرة الترتيب مباراة تلعب ب6 نقاط بين شبيبة الثورة في المركز ال11 ب12 نقطة وسريع غليزان الذي يريد رفع التحدي وتحقيق فوز معنوي خارج القواعد.